عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خربشة كورة. النهاردة احنا هنتكلم على البديل المقنع، البديل اللي دايما حتى لو نزل في آخر 10 دقايق ما بينزلش وهو زعلان، بينزل هو مبتسم، دايما سعيد ودايما فرحان، دايما الابتسامة على وشه ما بتغيرش شكله. محمد مجدي قفشة، اللعيب اللي يطلق عليه حاليا ان هو القضية او صاحب القضية في كذا مباراة. يعني كانت في مباراة القرن بين الأهلي والزمالك 2020، وفي 2024 كانت القضية عشان يقول للبيراميدز باي باي مالكش دوري. بما ان انت النهارده لعبت بيراميدز، كان عندك الأهلي مثلا، بيراميدز لعب 28 مباراة، فاز في 21، تعادل في 5، هزيمة 2، ليه 51، عليه 20، 68 نقطة. الأهلي لعب 24، فاز في 19، تعادل 3 وهزيمتين، ليه 57 وعليه 22، 60 نقطة. لو لعب الأربع مباريات المؤجلات بتوعه هيبقى 72 نقطة، هيبقى فرق بينه وبين البيراميدز اللي هو المفروض هيبقى التاني، هيبقى 4 نقط. بس انت برضك في مباراة لبيراميدز تانية بعد مباراة مودرن سبورت. النهاردة هنتكلم بقى على جمال محمد مجدي قفشة، واللي هو ضاف ضحية جديدة لضحايا دقيقة 85. الدقيقة 85 ومتعة مجدي قفشة. اللعيب ده اللي بيلعب دايما رقم 10 فقط، رقم 10 فقط. هو صانع ألعاب، ملوش في الالتحامات، مالوش في الدفاع، هو راجل صنع ألعاب فقط لا غير. عشان كده دايما كولر بيستفاد منه انه ينزله بديل، عشان كده دايما كولر بيستفاد منه ان ينزله بديل. وفي كذا مباراة بيلعب فيها بديل، بيمتعنا محمد مجدي قفشة بلعبه. ان هو دائما كولر ما بيعتمدش دايما على صانع الالعاب زي ما بيعتمد على رقم 8 في اللعب زي امام عاشور. بيبقى اقوى من رقم 10، لكن محمد مجدي قفشة بيلعب دايما رقم 10. ساعات بنلاقي الاتنين بيلعبوا مع بعض، محمد مجدي قفشة وامام عاشور، وده في المباريات الضعيفة اللي بيبقى الفريق اللي قدامك مش فريق ند قوي. مش مثلا هنيجي نلعب مثلا بالطريقة ديت ان ننزل فيها امام عاشور ومحمد مجدي قفشة في مباراة مثلا قدام بيراميدز، قدام مثلا المصري، قدام مثلا الزمالك. ومع العلم ان الزمالك دلوقتي ما هوش مش الفريق المنافس زي ما بيقولوا. يعني المذيع في المباراة الأخيرة قال لك إن دي مباراة القمة، وفعلا هي ديت مباراة القمة. حاليا هو المنافس القوي للأهلي هو بيراميدز، منافس قوي جدا وشرس، وشرس لدرجة إن هو بينافس لآخر نقطة، 14 فوز متتالي ما راحش غير قدام الأهلي. وده شيء يدل إن هو فريق قوي، فريق قوي جدا، عنده لعيبة، يعني يعني لعيبه جامده جدا. يعني مثلا ان انت بتتكلم مثلا ان الهداف فيستون مالي 14 جون من بيراميدز، صنع الاهداف محمد الشيبي من بيراميدز. فانت بتتكلم النهارده ان بتتكلم على اهداف الهدافين وصانع الالعاب من بيراميدز، فانت بتتكلم على فريق قوي جدا. فاتمنى ان يكون اللي جاي دايما احسن، ومش يبقاش بيراميدز بس اللي بينافس الاهلي. انا نفسي نشوف مثلا المصري بتاع زمان يرجع تاني، نفسي نشوف الاسماعيلي يرجع تاني، نفسي نشوف الزمالك اللي بقى حاليا بيتقال ان هو خايف يلعب مع الاهلي في مواجهاته الند للند. يعني مثلا بيتكلم النهارده ان انت مش عاوز تروح تلعب كاس السوبر الافريقي، بقى له منطق بيقول ان انت مش، اصل ده مش الدوري، ده مش بطولة في مصر بس هتقول فيها الكلام اللي انت بتقوله، ده بطولة افريقية. فالنهارده ان انت تقول انت مش هتروح البطولة دي كمان، ده شيء يعني يدل على عدم وعي. فاتمنى ان احنا نشوف الفرق اللي هي ذات شعبية ترجع تاني تنافس ويكون في ند. يعني كان زمان المنصورة بتعمل شنة ورنة في الدوري. فاتمنى ان الفرق زي الاتحاد السكندري، المصري، البورسعيدي، الفرق اللي هي لها جماهير ديت اللي تخش تلعب معاك وتبقى ند قوي لك. اه اي نعم، وحاليا الرأسمالية بيبقى
هو اللي متحكم في الكورة. بس يعني عاوزين العالم دي ترجع تاني تمتعنا بلعبهم. واتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ونشوفكم الحلقة الجديدة ان شاء الله من خربشة كورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا بغزة.